في الفيديو ده هقولك طريقة عمل بسكوت ل10 دقايق اللي هو هتعمليه في الخلاط. هتعمليه في غمضة عين. هتعمليه بايه؟ كوباية ونص دقيق، بيضاية واحدة بس فقط لا غير، ونص كوباية زيت بس. هي دي كل مقادير البسكوت بتاع ال10 دقايق. شايفة مقرمش من بره طري وناعم كده من جوه، حاجة كده تحفة ويدوب في البق. هقولك المقادير المظبوطة، سر التسوية بتاعه، ازاي نزوقه بالطريقة الحلوة دي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل وتشوفوا المقادير ايه هي. انا معايا كوباية ونص دقيق طبعا منخولين، وكل الحاجات اللي هنشتغل بيها هتبقى بدرجة حرارة الغرفة. تمام، درجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ. معايا كوباية ونص دقيق، ومعايا كمان ربع كوباية نشا. كوباية ونص دقيق وربع كوباية نشا. تمام، انا هنا حطيت كوباية وربع كوباية ونص دقيق نخلتهم، ومعايا ربع كوباية نشا. نخلت النشا كمان وحطيتهم على بعض. وبعد كده هحط نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان هنخلها مع الدقيق والنشا. بعد كده هيبقى في معلقتين كبار نشا. لو احتجتهم هستعملهم، لو ما احتجتهمش مش هستعملهم. انا هنا احتجتهم واستعملتهم. انتي بقى شوفي الدقيق بتاعك هيحتاجهم ولا لا. تمام. تمام، احنا بس حطينا هنا كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه نشا، نص معلقه ربع كوبايه نشا، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. وهنحط المقادير الجافه على بعض ونسيبها على جنب، ونبدا نعمل في المقادير السائله. المقادير السائله عباره عن ايه؟ عباره عن بيضه بدرجه حراره المطبخ. تمام، بيضه واحده بس. وكمان هنحط عليها نص معلقه خل صغيره، وهنضربهم كويس. تمام، وبعد كده هنحط نص كوبايه سكر. طبعا الكوبايه اللي هتشتغلي بيها هي اللي هتعايري بيها كل المقادير. تمام، يعني الكوبايه اللي هنعاير بيها دي هي اللي هنعاير بيها السكر، هي اللي هنعاير بيها الزيت كده. حطيت نص كوبايه سكر وهضربه برضو كويس قوي مع البيضه. بعد كده كمان هضرب معاهم نص كوبايه زيت، يبقى نص سكر ونص زيت. تمام، وهحط كيس فانيليا باودر. بس هقلب الكلام ده كله مع بعضه. وبعد كده عندك عصير برتقان تانك اللي هو البودر ده، هتحطي منه معلقة صغيرة، معلقة صغيرة عصير برتقان تانك بودر، يعني هتحطي من البودر كده معلقة صغيرة. تمام، وهنضرب الكلام ده كله، وبعد كده هناخده على الخلاط وهنديله كده ضربتين كده 3 في الخلاط، وبعد كده نبدأ نضيفه على الدقيق. تمام. تمام، حاولي ما تكتريش عصير البرتقال اللي هو التانك علشان ما يمززش معاكي البسكوت. تمام، يعني هي معلقه صغيره بس، ما تكونش كمان مليانه قوي. تمام، معلقه صغيره ممسوحه بس. بقى هنقلب الكلام ده كله مع بعض، ومش هنعجن كتير طبعا عشان البسكوت مش عايز عجن كتير، عشان ايه؟ ما يطلعش الدقيق، ما يطلعش الجلوتين اللي فيه وينشف معانا ويعمل عرق. بس هنقلب بس كده. انا هنا في المرحله دي بقى هستعمل ايدي عادي جدا. تمام، عشان انا بس عايزه ايه؟ الم بس العجينه، مش عايزه ان انا اقعد اعجن، عايزه كل المكونات بس تختلط ببعضها وخلاص. هنا بقى انا لقيت ان العجينه محتاجه مني كمان معلقه دقيق. حطيت معلقه في معلقه، بقى كده انا حطيت معلقتين كبار دقيق ممسوحين، مش مليانين قوي. تمام. تمام، اللي هو انت هتشتغلي بالعجينه بالايديكي اللي هي عشان تعرفي ان العجينه ناجحه معاكي.
اللي مش بتعجني بيها، فتبقى العجينه مش ملزقه في ايديكي، طريه قوي بس مش ملزقه. بس هنا انا لما حطيت المعلقه الدقيق بس. بعد كده بقى بعد ما تخلطي المكونات كلها مع بعضها هتعملي ايه؟ هتمسحي ايديكي مسحه زيت بس، تمام. وبعد كده تبدأي هي مرة واحدة بس اللي هتمسحي بيها ايديكي، وبعد كده هتشكلي البسكوت زي ما انت عايزة. انا هنا عملته بالمعلقة الصغيرة بتاعة الكوبايات المعيارية، تمام. انت بقى مش عايزة تعملي بالمعلقة، عايزة تجيبي غطا ازازة، عايزة تعملي انت بايديكي وتحاولي ان انت تخليهم كلهم يبقوا قد بعض، براحتك على الاخر. انا هنا عملت دي، عملتهم كلهم دوريات، وبعد كده ابتديت ان انا اشكلهم، تمام. عملتهم كور صغيرة كده، يعني تقريبا كده الكرة اكبر من الزيتونة حاجة بسيطة، ماشي، يعني قد الزيتونة اللي هو اللي هي الكبيرة دي، التفاحي دي، تمام. هنشكلهم كلهم بقى، تشكلهم كلهم كور كده، وبعد كده نبدأ نشكلهم بالشوكة. عندك شوكة بقى صغيرة زي اللي عندي كده، تمام. ما عندكيش شوكة، عايزة تعمليهم يعني بحاجة تانية، ممكن تعملي بمشط يكون جديد بس تعملتيهوش قبل كده، وتعملي بالسنون بتاعته برضه هتديكي شكل حلو، تمام. انا بقى المتوفر عندي دلوقتي الشوكة، فعملت ايه بالشوكة. هتعملي كده هتعمليها شكل رول كده صغير، وبعدين تدوسي عليها بالشوكة او بالمشط، وتخلي الحتة اللي فوق دي هتدوسي على 3/4، وتخلي الربع اللي فوق ده تدوسي عليه كده. بس ليه بقى ده؟ علشان خاطر ده اللي احنا هنشكله بالشوكولاتة. طب لو انا مش هشكل بالشوكولاتة، ممكن تعملي ايه؟ السنون في من اول البسكوتة لغاية اخرها، لكن انا عشان هزوقه بالشوكولاتة فانا عملته كده. بعد بقى ما نخلص التشكيل خالص، شايفة انت بس تعمليهم كلهم قد بعض، وتبدأي تعمليها بالشكل ده. بس بقى انا كده هخلص كل الكمية ان شاء الله، وبعد كده هوريها لك بعد ما اخلصها هي شكلها ايه. شايفين يا جماعة؟ سريع جدا وسهل جدا وبسيط، وكل المكونات عندك في البيت موجودة، يعني انت مش هتجيبي اي حاجة من بره. وهتعملي شوية بسكويت، ممكن تعمليهم كمان لرأس السنة، هيبقوا حلوين قوي، وتقدميهم لولادك كده في رأس السنة تفرحيهم بيها، حلوين قوي 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 قوي. يعني دي زي كده حلويات رأس السنة، تبقى حلوة قوي. بس كده انا بقى هوريهولكوا دلوقتي بعد ما اخلص، بعد ما خلصته. شايفين هو ده شكله؟ احطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، تمام. لو فرن كهرباء هيشتغل من فوق وتحت، لو فرن غاز بوتاجاز عادي يعني هنشغل تحت ونحطه في الرف الاوسط، وبعد كده هنشغل عليه الشواية يعني دقيقة واحدة بس، تمام. هنا بقى بعد ما خرج من الفرن انا هنا مسيحة ايه، شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة. هنعمل ايه؟ وحطيت صينية عليها كيس بلاستيك عشان احط عليها الشوكولاتة. بس كده هتاخدي بقى الواحدة على الناحية اللي هي ما فيهاش، اللي احنا مش عاملينها بالشوكة، احنا عملنا بالشوكة وسيبنا الربع كده من غير شوكة. ده بقى اللي احنا هنزوقه بالشوكولاتة بالشكل زي ما انتوا شايفينه كده. بس تحطيه بس كده في الشوكولاتة وخلاص. لو انت مش عايزة تزوقيه بالشوكولاتة براحتك خالص، ممكن تعمليها كلها وتشكليها ويبقى هو بس بسكوت كده من غير حاجة، لو عايزاه بسكوت للشاي. واللي في الشوكولاته البيضاء انا كمان حطيته في الشوكولاته البيضاء، وبعد كده حطيته كمان في جوز الهند، بقى بسكوت بجوز الهند حلو قوي تحفه. دي انا عملتها من غير ما احطها في جوز الهند. بعد كده بقى الباقي كله انا عملته وحطيته في جوز الهند زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده.
تمام. وبعد كده هتسيبيه مثلا، حطيه 10 دقايق في التلاجة او ربع ساعة. بعد كده بقى خلاص هتلاقيه ساعتها ايه اللي هو مسك الشوكولاته جمدت معاه في البسكوت وبقت جميله جدا باذن الله. بس كده انا هشكل بقى كل الكميه اللي عندي. تمام. هحط كده في الشوكولاته دي وهحط بالشوكولاته البيضاء. انت ممكن طبعا ما تزوقيش كده، ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي اي حاجه غير جوز الهند، انت زي ما انت عايزه خالص، براحتك خالص. اهم حاجه بس تحطيه على كيس بلاستيك او ورقه زبده علشان خاطر، بس كيس البلاستيك احسن واوفر، يعني كيس البلاستيك هيكون اوفر بالنسبه لك، ورق الزبده بيبقى غالي، فاحسن حاجه تخليه الخبيث بس. بس كده. وانا كده طلعته بقى من الفرن وزوقناه وظبطناه زي ما انتم شايفين كده. طالع تحفه جدا يا جماعه، شايفين شكله عامل ازاي؟ انت ممكن تقدميه لضيوفك، تعمليه في المناسبات، حلوه قوي. شايفين؟ وشايفين طري كمان ازاي، وناعم جميل قوي. جربوه. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.